في موقف وهو عايز يطلع منه مش عارف يعمل ايه، فهيبدأ ان هو زي بتابجريد الليفل بتاعه، تتقدم في الليفل بتاعه لحد ما هو مش بس بيقدر ان هو مثلا يملى المكان حواليه ميه، وانما يستخدمها كأسلحة. فمن الاخر هنا اللعبة الحلوة ان انت دايما هتبقى بتتحدى حدود الشخصية دي او القدرات دي. مشكلتي ان انا ممكن يجي لي رايترز بلوك، يعني ان انا احط الشخصية بتاعتي في موقف انا مش عارفة احله. يعني هي قدرته مثلا واقفة عند كذا، هو مثلا اتحبس في مكان كله نار، فمش عارف، ما فيش ميه يستخدمها، هنعمل ايه؟ ممكن للأسف تحط نفسك أو البطل بتاعك في موقف انت تبقى مش عارف تتصرف فيه. هنا بتحتاج إبداع عالي قوي، وان انت تاني تتست الليميتيشن. فانت مثلا موقف شبه ده ممكن ان انت تخليه يستخدم العرق بتاعه، بما ان ده سورس ووتر ميه، او اي حاجه بقى حواليه الميه اللي في الجو، الرطوبه العاليه مثلا، ان هو يحولها لميه ويستخدمها، وهكذا. الموضوع هيحتاج ابداع. طيب، خلينا ندردش مع بعض شويه. دلوقتي يا ترى يا ترى، لو انا الروايه بتاعتي مثلا بتتكلم عن اكاديميه، وانا دلوقتي عايزه اشوف ازاي اخليها تكون سوفت ماجيك او هارد ماجيك، وقتها هعمل ايه؟ لو انا هستخدم الاكاديميه دي وهمشي على طراز السوفت ماجيك، فهنا انا مش هحط اقسام. يعني كل الناس اللي عندي تقدر تستخدم السموم. لو هو مثلا الاكاديميه دلوقتي الناس اللي بيخشوها بيستخدموا النباتات عشان العلاج، والسموم مثلا نباتات السامة عشان السم والقتال وكده. هنا كل الناس هتقدر تستخدم كل حاجة. يعني الطالب الواحد فيهم يقدر ان هو يستخدم النباتات، ويقدر ان هو يستخدم السموم. فبالتالي الدنيا عندي هتكون حلوة. يعني انا ممكن اخلي مثلا فلان دلوقتي يستخدم السموم ويسمم حد، والتاني ده يستخدم النباتات يعالج بيها نفسه، وهكذا. اما هنا لو انا هستخدم بقى التراث بتاع الهارد ماجيك، فهنا هيبقى في حد بيستخدم النباتات عشان العلاج بس، وناس بتدخل بتتعلم السموم عشان ان هي تقاتل بيها بس. فبالتالي لو حد من الناس اللي هي بتستخدم السموم سمم حد من بتوع النباتات، هنا هنحتاس. هيبدأ بقى هو يدور على نبات ان هو يعالج بيه، يا اما لو العلاج بتاعه سم تاني هيضطر ان هو يلجأ للناس بتاعة السموم هي اللي تعالجه. هنا الحدود عندي لازم تكون واضحة، لان هنا مثلا اللي اتسمم ده ممكن هي مش مشكلته بقى هو عالج نفسه بنبات ولا سم، هو الاتنين متاحين قدامه. هي الفكرة ان هو محتاج حد يكون عارف اصلا يتعرف على ايه اللي هو اتسمم بيه ده عشان يعرف هو يعالج نفسه بايه. اما هنا هتتحدد بقى، انا دلوقتي مثلا اتسممت بسم، ابدا اشوف هل انا محتاجه ان انا اتعالج بنبات فاروح للقسم بتاع النباتات، ولا هل ده سم لازم يتعالج بسموم فاروح للقسم بتاع السموم. لو الاتنين كان ما بينهم عداوه هيعمل ايه؟ فاحكي لي يا عزيزي الكاتب بقى، لو انت هتستخدم نفس الفكره بتاعت الاكاديميه النباتات والسموم دلوقتي، وحابب ان انت تكتبها، هل انت هتستخدم السوفت ماجيك والهارد ماجيك وليه؟ عايز اعرف رايك، لان رايك دايما يهمني.